انا بين قوسين الى نعطي بعدا شي نصيحه لبنات الناس. البنات بالاخص البنات، ما كاينش شي حاجه سميتها صاحبتي، نسى هذا الموضوع نهائيا. الا كانت تكافح في حياتها تكافح راسها. شحال من وحده كتقول مزوجه كتقول لك لا صاحبتي لا صاحبتي، كدابز مع راجلها على صاحبتها، غلط. هاي واحد السيده هذه جات عندي مؤخرا في هذه السيمانه اللي فاتت، صاحبتها خدامه معاها في شركه ديال الكابلاج، مكرفصه معذبه على والو، شربتها دارت لها السحر في كوكا، مسكينه كتمشي وتحيد في حوايجها. فهمت؟ ما كاينش شي حاجه سميتها صاحبتي، ما كاينش هذه تنساها. البنت الا بغات تنجح في الحياه ديالها، الاسرار ديالها وحتى من العائله، الاسرار ديالك يبقاو بينك وبين ماك وباك. وشحال من ام ولا من اب كيبغي يفتخر بولادو ولا ما يحس كيهضر، وكاين في نفس الوقت واحد اخر عنده ولادهم مهلوكين ما دايرين حتى شي طايله في الحياه، كيبدا يسرجي في دماغه ولا كتبدا تسرجي في دماغها علاش ولادها داروا، علاش فلانه ارا ندير لها ارا نفعل لها باش ولادها يكونوا بحال ولادي. مثلا كنعطيك مثال، فهمت؟ بنادم ما ياكل عند الجار ما بقاش هذا الشيء، كل واحد يقول شنو بغى في هذا الشيء اللي غادي نقول. جارك بس بالاحترام، بالسلام عليكم عن بعد ولا عن قرب ماشي مشكل، ولكن ما ناكلش ماكله ما ناكلش. حاجه اخرى نقدر رب العالمين يفك كيفاش كيدخل السلاح الجسد وكيدخل الخدام ديالو للجسد، خاص الاسحار السوداء اللي كيدار بالدم، كياكل لك الدم، كياكلوا لك النجاسه، هذوك كيخدموا الشياطين المرضى.